يا مرحبا بكم، تحياتي لكم. ان شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نسوي البورق. هنا أنا طبعا عندي كوبين من المي، وكوبين من الطحين، وملعقتين من النشا، وملعقتين من الزيت، وتقريبا خاشوقة كوب من الملح. هنا أنا راح أضيف الطحين أول شيء، وبعدها راح أضيف النشا. النشا تشلب بالكاسة، غير ينزل ما ينزل. المهم ذبيت الملح متشلب عادي، ماكو مشكلة. هي اليوم كلها تأخير. هنا أنا راح أخلط يعني كل المكونات الجافة، وهنا أنا راح أضيف الزيت، وبعدها راح أضيف المي. المي ضفته بطريقة خاطئة صراحة، حتى أنتوا لا تصيرون يعني أو لا تقعون بهذا الخطأ مثلي. شوفوا هنا أنا طفر الدنيا كلها وقبت العيطة إلا شوية. فراح أخلط لحد ما أحصل على يعني قوام عجين يكون سائل بهاي الطريقة، يعني بهذا الشكل. هنا أنا راح أبدأ أحضر الحشوة. الحشوة طبعا راح تكون حسب رغبتكم. أنا تقريبا أقل من نص كيلو من اللحم راح أستخدم هسه بهذه الحشوة. حولتها طبعا من الهوسة والسرعة، راح سويت اللحم بالطاوة. هي المفروض الطاوة أنا أسوي بها البورق، فحولتها على جدرية هنا. وبعدها نزلت البصل، وبعد ما نزلت البصل نزلت البهارات. هنا أنا خليت البهارات مال الكبة، و اي نعم استخدمت بهارات الكبة، وايضا ضفت القليل من الكبابة، طاني طعم كلش رهيب. ضفت هنا أنا كمية من الملح. طبعا عينك ميزانك الملح حسب رغبتكم انتم، لكن انا طلعت عندي مضبوطة 100%. هنا أنا بعد ما طفيت النار راح اخلي القليل من المعدنوس. ضروري تطفون النار، يلا تخلون المعدنوس حتى لا يذبل ويبقى محافظ على الخضار مالته. هنا أنا راح اسوي البورق مثل ما قلت لكم. هاي الطاوة انا كنت حاطها للبورق، بس للاسف ما عندي طاوة ام اليد الوحدة اللي يميزك بها العجين مال البورق. عندي بس هاي الطاوة ام اليدتين. لكن عندي جهاز ثاني زوجتي ايضا عاونتني به، يعني سوت قطعة من البورق به. هسه راح اراويكم اياه. هنا أنا هاي القطعة هسه جهزت عندي. طبعا اعذروني انه تفاجأت الجفوف مخلصة وما قدرت اروح اجيب، يعني راح اتاخر عليكم. فاليوم دا اشتغل بدون جفوف، يعني ارجو المعذرة منكم بهذا الموضوع. بس عادي، يعني الايد نظيفة اغسلها بكل استعمال. يعني النظافة رقم واحد، لازم تكون في شيء أساسي بالمطبخ، وأيضا بطريقة تحضير الأكل. هنا أنا هاي هسه زوجتي هنا سوت هذه القطعة على هذا الجهاز. هذا الجهاز أنا كنت أسوي به خبز الشوفان. هنا أنا كملت عندي أو كمل عندي لف البورق. راح أقليه لحد ما يتحمص ويطلع شكله باللون الذهبي. هذا قلبته هنا على الجهة الثانية، وهنا صار عندي جاهز. وصفة سهلة وسريعة جدا، كلش سهلة. يعني بالمناسبة المي استخدمت، يعني ضفت بعد للمي مو بس كوبين، ضفت فوق الكوبين ما يقارب لثلاث ارباع، يعني صار 3 أكواب إلا ربع. أتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتنجح عندكم. كنت وياكم سيف من صفحتي وصفة سيف. مع ألف سلامة.